السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الثعبان بجميع ألوانه في المنام. ونبدأ برؤيا الثعبان الأسود في المنام. أجمع مفسري الأحلام أن اللون الأسود من الثعابين في الحلم يشير إلى سوء يحيط بالرائي، والله أعلم، ويرمز كذلك إلى أشخاص سيئين يصاحبون الحالم ويكيدون له رغبة في أذيته. الثعبان الأسود على السرير يشير إلى تعرضك للخيانة. إذا رأيت في مكان العمل يرمز إلى زميل سيء يتقرب للمدير ويمد بأخبار ليست صحيحة عنك رغبة منه في إفقادك لوظيفتك. وفي حال كان الثعبان الأسود كبير للغاية يشير بأن شرا يحيط بالرائي ولا يعرف كيف يتخلص منه. الثعبان الأصفر في المنام. يشير الثعبان الأصفر في المنام إلى الخداع والكره والضغينة التي يشعر بها البعض نحو صاحب الرؤية، وفسره ابن سيرين على أنه ربما يدل على وعكة صحية تصاب الرائي. الثعبان الأصفر إذا شاهدته مسالما في الحلم يعني تغلب صاحب الحلم على أعدائه. اللون الأصفر من الثعابين يدل على مكروه يصيب الرائي، وكذلك يعني أزمة مالية تتسبب في ابتعاده عن بعض الأشخاص. الثعبان الأخضر في المنام. الثعبان الأخضر يرمز إلى قرب خلاص الشخص من مرض أصابه أو مشاكل تحزن قلبه. ومن التفسيرات العجيبة في تفسير حلم الثعبان الأخضر أنه يراه ابن سيرين على أنه دلالة على تحول الأعداء إلى أصدقاء، وأنه سينال من ورائهم منفعة بإذن الله. أما مواجهة ثعبان لونه أخضر يشير إلى تفكير سيء ينبع من داخل الشخص، كخوفه من فقدان عمله أو شخص مولع به عشقا أو مالا تعب في الحصول عليه. يرمز الثعبان الأخضر بوجود شخص يسبب الإزعاج لصاحب الحلم في الحقيقة. الثعبان الأصفر في المنام فهو يرمز إلى شخص متسرع متهور يسبب لنفسه المشاكل. الثعبان الأحمر تدل على سعي الشخص وراء شهواته، أفعال منافية للآداب والمجتمع، يعني أن الشخص ينفق الكثير من ماله في أمور تافهة لا تفيده، كما تشير إلى أن الرائي شخص مغرور أصابه الكبر فمرض قلبه. رؤيا الثعبان الرمادي في المنام. إذا كان الرائي شاهد ثعبان لونه رمادي فوق فراشه يشير إلى شعوره بالضيق وانقباض النفس، بالإضافة إلى إشارته لوجود صديق مقرب أو شريك سيء في حياة الرائي. وقد يعني ظهور الثعبان الرمادي إلى حدوث خلافات بين صاحب الرؤية وبين أحد جيرانه أو أقاربه. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.